من مطبخ عمان الأكلات العراقية. أنا حاليا جاي أخبز، وحسب طلب الأعضاء قالوا شلون طريقة الخبزة. العجين اعتيادي أي مرة تعرفوها، عجين طحين وملح وخمرة. هسه أنا هاي أعلمكم شلون أخبز. هاي أجيب الشناقة هاي عادية منا هيك، أبدي شوي أفتحها هيجي وألزمها هيك. هسه هنا أنا عندي خبزة هاي كاملة باوعوها. هسه أعلمكم طريقة الخبز شلون راح أخبزها. بعرف بهاي البلية بنلزمها، هذه أنا أخلي دهن لين تنورة كهربائي فما أخلي مي، فأبدي هيك باعوا الإيد باعوا الأصابع شلونها أصابعي، بس هاي ما أضغط بيها، بس أصابعي جاي أضغط بيها. باعوا بس الأصابع جاي أضغط بيها. شوفوا شوية شوية هي الخبزة جاي تكبر. باعوها شوفوا هاي مخبازة، وتقدرون تعدلوها إذا بيها ثخن بالحواف. هسه راح أخبزها. باعوا هنا هذه. هسه أراويكم طريقة ثانية همينة. هذه الخبزة الشناقة. هسه هذه مرة ثانية باعوا هيك، فتحوا يديكم وهيك الشناقة هيك فتحوها. باعوا مرة ثانية بس بأصابع راح أضغط، هذه ما أضغط بيها. هاي باعوا بس أصابع جاي أضغط بيهم. هنا الأصابع هذه مال اليمنى توصل الأصابع النص مالت اليسرى. شوفوا باعوا هيك. راح هاي تنضبط الخبزة عندك وتنخبز، وأي مشكلة ما عندك. هي الخبزة بعد تلقائيا تفتر بإيدك وتكبر. باعوا شلونها. هسه شوفوا همين هاي بهالطريقة هذه. هسه هنا راح أراويكم أنا الخبزة شلون نطلعها. باعوا هنا هاي الخبزة شلون استوت. هذه الخبزة اللي خبزناها باعوها. راح نوع طريقة ثالثة راح أخبز وياكم. هذه شناقة باعوها هيك، أفرها هيك هيك. أبدي إيدي اليمنى أصابعي توصل لأصابع النص إيدي اليسرى. أبدي أضغط بس بالأصابع، أبد ما أضغط بإيدي بالنص، بس بالأصابع أضغط. شوفوا تلقائيا الخبزة باعوا شلون افترت يديكم. بس إن شاء الله انتظر هذه الخبزة تستوي على مود أخبز هذه. هسه هذه هنا الخبزة عندي استوت باعوها. الخبزة الثانية طريقة المخبازة شوي انتبهوا لها. وهاي مرة يعني هاي مرة ثالثة أو رابعة ما أعرف. هاي بهالطريقة هذه. صدقوا بالله اللي تتبع هاي الخطوات والطريقة تنضبط من أول خبزة تضبط خبزة. راح انتبهوا لي، هاي أصابعي نص أصابع إيدي اليسرى، هاي اليمنى باعوها أضغط بس بالأصابع، هاي ما أضغط بيها. باعوا شلون هي تلقائيا الخبزة تفتر عندك. ابدي ضغط بالأصابع بس هي تلقائيا. باعوا هسه شلونها هي افترت عند الخبزة. شوفوا وأي حجم تردون تصير الخبزة بهالطريقة. وين ما الشناقة كبرها تنخبز عندكم وتنضبط. هسه انتظر أنا الخبزة تستوي عندي. وهذا الخبز إذا تشوفوا هذا الخبز اللي خبزته هذا قدامكم. إن شاء الله تكون الفكرة وصلتكم من مطبخ معمار الأكلات العراقية، الخبز العراقي. مع السلامة.